تبقى قاعد على الفيسبوك وبتقلب تلاقي ناس حاطه صور البروفايل ليها متحوله لكرتون، ومشاهد من افلام كتير معموله بستايل عرايس. ده غير الفيديوهات الكتير اللي متفبركه والغير حقيقيه بسبب ان هي معموله بالذكاء الاصطناعي. فتسرح كده وتسال نفسك هو الذكاء الاصطناعي ده ظهر امتى وقصته ايه واخره ايه؟ فتروح تدور في الموضوع ده وتلاقي ان الموضوع مش سهل، وعلى فكره بقى قصته قديمه ومعقده. فتعالى انا بقى احكي لك الكلام ده. لو متخيل ان فكره الذكاء الاصطناعي ده فكره جديده ومستحدثه يبقى انت غلطان. بالرغم ان الذكاء الاصطناعي ظهر وانتشر كتير قوي في السنوات الاخيره، الا ان الفكره نفسها موجوده من زمان قوي. فكره ان يكون في الات عندها قدرات من قدرات البشر وبتتميز بالذكاء كانت موجوده من ايام العصور القديمه، وبالذات بين اصحاب الحرف اللي دايما بيحبوا يطوروا من نفسهم ويوصلوا لاعلى درجه من الدقه والاحترافيه. يعني مثلا عندك الفيلسوف وعالم الرياضيات توماس هوبز. عمك توماس بقى كان شايف ان التفكير في حد ذاته ما هو الا عمليات حسابيه معقده، ولو احنا قدرنا نخلي الاله تقدر تترجم العمليات الحسابيه دي يبقى احنا ممكن نوصل الاله لدرجه من الذكاء يشبه ذكاء البشر. ولو بصينا بقى هنلاقي ان ده بيحصل فعلا دلوقتي بالذات في الكمبيوتر. والكمبيوتر دلوقتي قادر ان هو يتعامل مع مجموعه من العمليات والخطوات في ترتيب معين في طريقه اشبه لطريقه عمل مخ الانسان علشان يوصل لنتيجه معينه، والعمليات دي بقى اسمها الخوارزميات. في سنة 1936 ظهر أول نموذج فعلي للذكاء الاصطناعي، واللي كان اسمها وقتها آلة تورينج، واللي اتسمت على اسم العالم الإنجليزي ألان تورينج. وفكرة الآلة بشكل بسيط إنها كانت تقدر تنفذ أي خوارزميات، أو بمعنى إن هي تقدر تنفذ أوامر أو تحل مشكلات عن طريق خطوات محددة. ودي كانت بداية لاختراع الكمبيوتر اللي هو أعظم اختراعات البشرية في التاريخ الحديث. من وقت دخول بقى الكمبيوتر لحياة البشرية، والبشرية اتغيرت 180 درجة، وتم اختراع عشرات الالاف من الاجهزه الجديده والالات، وظهرت وظائف جديده كتيره قوي على الساحه. لكن لو جينا بصينا هنلاقي ان الكمبيوتر في حد ذاته ذكائه محدود، لان في الاول والاخر كان بيعتمد على مجموعه الخوارزميات اللي انت بتديها له. يعني مثلا لو جيت اديت الكمبيوتر خطوات عمل الكيكه في شكل خوارزميات وطلبت منه ان هو يعمل لك كيكه، هتلاقيه بينفذ لك الطلب ده عادي. لكن بقى لو جيت خليته ينفذ لك امر او يحل لك مشكله مش عنده الخوارزميات بتاعتها، هتلاقيه مش فاهمها وبيديك ايرور. لكن من سنه 2022 والذكاء الاصطناعي اتطور بشكل رهيب جدا، والموضوع ما بقاش اوامر وخطوات بس، ده انت بقيت تلاحظ محاكاه بشريه وطريقه للتصرف زي البشر، وبقى في ادوات ذكاء اصطناعي بقت بتعمل شغل البشر هم اللي كانوا بيعملوه. لا وكمان تقدر تقدم افكار وحلول مبتكره. يعني مثلا عندك شات جي بي تي وكل البرامج اللي زيه الناس بقت تستخدمها بشكل يومي، وبقت مؤخرا البرامج دي قادره ان هي ترسم صور وتعمل فيديوهات وتكتب مقالات وكمان تكتب مواضيع لحلقات زي اللي بكلمك فيها دلوقتي. طبعا بعد ما قلت لك الكلام ده كله، في سؤال كده في دماغك بيقول هو ممكن يجي يوم والذكاء الاصطناعي ياخد مكاننا في الشغل؟ طيب اولا خلينا متفقين ان ربنا هو اللي بيرزق. ثانيا بقى عشان اجاوبك تعالى احكي لك حكايتين. في ابريل سنه 1986 كان في مجموعه من مدرسين الرياضيات بولايه واشنطن بامريكا خرجوا في مظاهرات ضد ايه بقى؟ تخيل، ضد الآلة الحاسبة. والله لانهم كانوا شايفين ان استخدام الطلاب للآلات الحاسبة هيقلل من قدراتهم الحسابية. طيب سيبك من دي، في القرن ال19 واثناء الثورة الصناعية في بريطانيا كان في مجموعة من الناس معترضة على استخدام الآلات في المصانع، ويا ريت الموضوع وقف عند الاعتراض وبس، لا دول كانوا بيهجموا على المصانع ويكسروا الآلات دي كمان، لانهم كانوا شايفين ان الآلات دي هتقطع رزقهم وهتاخد مكانهم في الشغل بعد كده. طيب نفهم ايه بقى من الكلام ده؟ اولا الآلة الحاسبة ما هي الا أداة لمساعدة الطالب، والآلات دلوقتي موجودة في كل المصانع وكمان خطوط الانتاج. هو الذكاء الاصطناعي دخل مجالات كتير وكمان لسه هيدخل، بس هيخلق وظائف جديده للشغل، زي مثلا وظيفه البرمجه ووظيفه التصنيع وتصليح الالات الذكيه، واي حاجه عموما بتخدم على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. فانت ببساطه ما تقلقش على شغلك، لكن تعمل حسابك انك تطور من نفسك وتكون مرن، لانك ممكن تغير وظيفتك في يوم من الايام. في النهاية بقى أحب أقول إن الذكاء الاصطناعي زي ما هو فيه جانب حلو، هو برضه فيه جانب وحش، وده مش بسببه، لا ده بسبب طريقة استخدام البشر للذكاء الاصطناعي. زي ما شفنا في الفترة الأخيرة قضية المهندسة ابتهال أبو سعد، المبرمجة المغربية اللي أظهرت اعتراضها على دعم شركة مايكروسوفت للكيان، وده بسبب إن شركة مايكروسوفت بتساعدهم في تطوير أسلحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأنا من مكاني ده أحب أوجه التحية للمهندسة ابتهال أبو سعد علشان سابت شغلها في شركة عملاقة زي مايكروسوفت علشان بس تدعم اخواتنا. وبس كده، ما تنساش بقى لو الحلقه عجبتك تعمل لايك وشير وتكتب لنا كومنت تقول لنا انت شايف الذكاء الاصطناعي هيخسرك شغلك ولا هيساعدك اكتر في الشغل. سلام.